بقى كده كلمتين منك يعني للناس اللي هي الوقت داخلين على الامتحانات لسه بينهم وبين الامتحان تقريبا شهر ونص. فمحتاجين كده كلمتين كده منك يعني هم يشوفوا الدنيا ماشية ازاي يعني. تمام. اولا اعرف بنفسي الاول، انا عمر شهاب. جايب في الثانويه عامه، كنت في تاني سنه في النظام الجديد. جايب حوالي 92، يعني هو 91 وفك كده، يعني اعتبرها 92 يعني. تمام. ودخلت كليه هندسه جامعه دمياط. اولا اهم نصيحه ومش هتعرف تعمل حاجه بيها، وهي توفيق ربنا. يعني الحمد لله ربنا فتح عليا في الجانب ده في ثالثه ثانوي. يعني انا خلاص بدات اقرب من ربنا قوي في الوقت ده. ف يعني عشان اضرب مثال بس لاهميه الموضوع ده، يعني جه عليا يعني فجر كل امتحان من ثالثه ثانوي كنت بروح اصلي الفجر وادعي ربنا واقعد على نفسي اقول الذكر وكل حاجه. فسبحان الله انا اكون مخلص المنهج واكون خلاص، يعني انا خلاص جاهز ادخل الامتحان. بعد الفجر بيجي في دماغي ايه، تعالى راجع بس على كام حاجه. بيقع في ايدي حاجات، يعني اول مره امسك اصلا، اول مره اقرا. اهم شيء هو توفيق ربنا. يعني انت ممكن تذاكر قليل وتوفيق ربنا هتدخل تحل حلو. ممكن بتوفيق ربنا ربنا يلهمك اصلا لبعض الحاجات تيجي لك في ساعه الامتحان وهكذا. فدي النصيحه الاولى باختصار شديد جدا. تمام. بالنسبة لحتة دلوقتي الدروس يعني دلوقتي في ناس مش هتقدر تروح الدروس تكمل فيها ولا تقعد تكمل في البيت بقى. والله يعني انا شايف حاجه نسبيه. شايف ان انا كان اسيب الدروس واقعد مع نفسي احسن. كنت كل الدروس ما عدا الرياضه والكيمياء، والباقي كله اخدته اونلاين. في حاجات اصلا ما دفعتش فيها فلوس، كان في شروحات حلوه نازله على اليوتيوب. دي اللي اعتمدت عليها بشكل اساسي. وفي بعض الحاجات ما لقيتهاش على اليوتيوب فاخدتها اونلاين. يعني انا دلوقتي من شهر واحد لغايه الامتحانات ما كنتش باخد الا درسين بس، وقاعد كويس أوي. بذاكر مع نفسي. وده شيء نسبي يعني. الاونلاين له عيوب، ان انت ما محدش بيلزمك على حاجه، انت بتلزم نفسك بنفسك. انما الدروس المدرس هو اللي يلزمك انك تعمل كذا وكذا وكذا. عشان الناس اللي بتقول خلاص فاتني كتير وما عادش وقت وخلاص، انا والله ليله امتحان الفيزياء كنت لسه بذاكر اخر درس فيزياء. وانا اصلا في الفيزياء بالذات بادئها متاخر جدا. يعني انا بادئ تقريبا اول مره اذاكر فيزياء بجد كان في شهر 2، وما كنتش بذاكر قوي الا بجد شهر 4 اللي كنا في رمضان تقريبا شهر 4. فساعتها بدات اذاكر الفيزياء قوي، يعني كنت بذاكرها بقى بضمير. ومع ذلك ما لحقتش اخلص الا ليله امتحان الفيزياء. والحمد لله جاي كام درجه حلوه فيه، ناقص بس 5 درجات. لحاجه مالهاش دعوه بالمذاكره، حاجه بس حاجه تركيزيه. ده بس رد على الناس اللي تقول لك ما فيش وقت وبتاع. ما شاء الله. كويس ففي جدا. وقت ففي وقت يعني انك لو ممكن تبدا من الوقت. واكيد يعني محدش ضايع بنسبه 100% يعني. ده أكيد ما ما وصلتش اعتقدش. أنا يعني. يعني ما اعتقدش ان حد اللي في الوقت ده هو ضايع بنسبه 100%. فاللي ضايع يعرف يعوض. بس اهم حاجه بس يشيل من دماغه انه فلان بياخد درسين فانا لازم اخد درسين. فلان نجح وكان بياخد كان حل 4 كتب مراجعه فراح حل 4 كتب مراجعه. كل واحد يقدر لنفسه. تالت حاجة عاوزك تقول بقى كام نصيحة للنظام بتاعك اللي هو الناس اللي بتسمعك اللي هو النظام بتاعكم عامة يعني يعملوا ايه دلوقتي؟ نظام المذاكره، يعني انا كنت اصحى الفجر، اصلي الفجر وافضل اذاكر للظهر. اه. من بعد الظهر بقى باخد لي قيلولة الظهر نص ساعة أو ساعة. وبعد كده بقى ساعات بقعد بقى لغاية العشاء تقريبا. إما فاضي أو لو ورايا حاجة معينة بعملها. وذاكر لي بعد العشاء أنا أدخل أنام، لأن أكرر الدورة يعني. ده النظام ده أنا بطبقه لغاية النهاردة. وبالتالي اهم نصيحه عاوز اقولها لاي حد في ثانويه عامه، نفسي امسكهم واحد كده اهو بعد ما دخلت الكليه. عاوز اقول له ان النظام اللي انت هتعمله لنفسك في ثالثه ثانوي، سواء نظام نوم او نظام مذاكره، هو ده النظام اللي انت هتكمل عليه للاخر. لو ما عرفتش تطلع نظامك وطريقه مذاكرتك ازاي في ثالثه ثانوي هتضيع جامد في الكليه. حتى لو انت دخلت اي كليه بيبقى مبني المنهج بتاع الكليه بيبقى مبني على حاجات كتير انت واخدها اصلا في ثالثه ثانوي. يعني هو ثالثه ثانوي وزياده، ثالث ثانوي زياده. فبالتالي لو ضيعت ثالث ثانوي كمذاكره فيعني هتقابلك الكلية اهو. هتتعب جامد في الكليه. ولازمتها ايه؟ هتتعب ما هو جامد. نفس الحاجة لازمتها ايه بقى ضايع في تالتة ثانوي. ما الواحد مثلا دلوقتي لو ضيع حاجة في تالتة ثانوي وبتقابله في الكلية يقول يا ريتني كنت ذاكرتها من تالتة ثانوي بالظبط كده. يعني انا قابلنا حاجات كتير من دي. صح. عندك بقى كام نصيحة أو تحذيرات الوقت في الوقت ده والوقت ده طبعا زي ما أنت عارف كده. كام تحذير بقى كده عشان الناس ياخدوا بالهم منهم برضو يعني. التحذير اللي ممكن اقوله دلوقتي مالكش دعوه بحد.
خليك في نفسك، صح مالكش صح دعوه فلان حل كام كتاب، ولا فلان راح كام درس، ولا فلان خلص المنهج ولا راجع عليه كام مره. صح، مهم والله أوي. يعني هي دي اهم نصيحه ممكن اديها لك. آه، آه، وكمان هي الفكره مش في كتر عدد الاسئله. يعني انا ساعات بحل الاسئله كتير وبقعد فتره بنساها اصلا، فارجع تاني حلها تلاقيك ولا كانك عملت اي حاجه، تبدا تحل تاني من الاول مش فاكر اصلا اي حاجه. فهي الفكره في الحل الاساسيه انك تطلع من كل سؤال الفكره بتاعته، تطلعها وتكتبها في كراسه. صح الكراسه دي بقى دي انت هتراجع عليها على طول. انا دايما كنت بعمل نفس الطريقه دي، وبعدين انسى الماده خالص، اجي بس اراجع الكام الملاحظه اللي انا كاتبهم، بفتكر الماده في وقت قليل جدا جدا يعني. وادخل تاني حل نفس الاسئله هتلاقيك عارف تحلها. ممكن نرجع لاهم شيء اللي انا قلته في الاول، وهي علاقتك بربنا. اوعى تفرط اي شيء بالنسبه لحق ربنا. اياك تعتمد على الغش، اياك تعتمد على الغش. اعتقد ده اللي في دماغي دلوقتي. طيب، انت شايف الوقت في فرق؟ الوقت لو واحد مثلا الوقت الدنيا يعني متكومه عليه، بس هو خد النية الوقت ان هو هيبدأ خلاص ويذاكر ويشد حيله خلاص، ما يعني ما عادش شاغل باله بأي حاجة خالص إلا المذاكرة بس، ويعني يستعين بربنا وهيبدأ. شايف فرق بينه وبين اللي بادئ من أول السنة وكده، وبرضه من أول السنة ده قاعد بيلعب شوية ويذاكر شوية اولا لو واحد عاوز يبدا من الاول دلوقتي، هل ممكن يتساوى بواحد بدا من طول السنه؟ عادي عادي يعني جدا. يعني واحد حتى ده في نظام هل واحد مثلا عاصي ربنا طول عمره وجه في اخر يوم قبل ما يموت وتاب، هل ده يتساوى بواحد قاعد يطيع ربنا طول عمره؟ ممكن يتساوى عادي، ممكن يتساوي. وممكن واحد كمان طول عمره طائع وما عملش اي معصيه، وجي قبل ما يموت عمل معصيه ضيعت له كل اللي فات ده. فما تتحسبش كده، ما تتحسبش ان انت ممكن تتساوى وممكن تتساوى وممكن تتفوق عليه كمان. ده مش مقياس. بس اهم حاجه انك تعزم ان انت تذاكر بجد، وانك تحتسب ان انت اصلا كل ده بتعمله. حط لنفسك كمية انك اولا تبر ابوك وامك، و تبقى حاجة في المجتمع تخدم بها المجتمع وتخدم بها دين الله وهكذا يعني. تمام. عليكم السلام، ازيك يا ادهم؟ حبيبي سامعني؟ ايوه سامعك. انا ادهم احمد، طالب في كلية هندسة، قسم ميكانيكا شبه ميكانيكا باور في هندسة دمياط يعني. تمام. كنت جايب في ثالثة ثانوي 95 و85 من 100%. ما شاء الله. بفضل الله يعني الحمد لله. عاوز بقى كام حاجة كده يعني انت كنت بتعملها او كده، وقول بقى اللي عندك يعني عشان الناس تكون مش قلقانة من الدنيا، لان في ناس دلوقتي متوترة وفي ناس قلقانة وفي ناس متراكم عليها حاجات والدنيا بايظة خالص يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يعني ربنا يوفقكم، ربنا يوفقكم ويكون في عونكم. يعني نهاية السنة خلاص، الواحد المفروض في المرحلة دي يبدأ يشد. مش عايز اقول لك ايه، المسألة دلوقتي خلاص ما عادش مسألة اللي شغال على قديمه اللي هو من أول السنة يعني. ده خلاص. أصل أقول لك أنا دلوقتي أنت دلوقتي ممكن تكون شغال من أول السنة وتبدأ تريح. التريحة اللي بتبقى في الفترة دي بتبقى مهلكة شويتين، لأنك بيبقى عليك المنهج كله خلاص، فأنت محمل بالمنهج كله، فأنت محتاج تراجع عشان خاطر تستذكر المنهج اللي فات كله. ففي ناس تشد الفترة دي وتلاقيها طلعت جامد، خصوصا بقى ايه اللي هو بدأ يشد جد. يعني كان مثلا ماشي واحدة وبدأ يشد جد. في ناس بدأ جد تبدأ تريح دلوقتي، يعني بجد في ناس بتبدأ تريح دلوقتي، بتزهق بتتعب. الحوار بيبقى ايه بقى، ان هو مرحلة شد شوية. فالحل ازاي بقى؟ لازم تكون حاطط في دماغك خطة في الأول خالص. هنتكلم مراجعة، خطة انك تحل كتاب وجنبه بتراجع المنهج بتاع المادة دي. ده أقل شيء في الشهرين دول. مش لازم بقى ايه، مش لازم تحط الطموحات العالية قوي لو انت مش هتقدر تعملها. يعني حط طموحات على قدك عشان ما تقطمش. تمام. عشان يعني انت قطعا انا بقول لك هتلاقي ناس ما شاء الله اللهم بارك يعني، هتلاقي في الفترة ديت هتلاقي خلص كتابين 3 كتب في المادة. هتلاقي كده حاجات يعني ما شاء الله اللهم بارك يعني، في ناس قدراتها عالية يعني، وانت هتلاقي ناس شغال في كتاب ومستحقق الامر يعني. فانا بقول لك ايه، قدرات ليك وقدرات ليك. فانا بقول لك الحد الادنى، حاول تخلص في كتاب. تمام.
بقول لك هو بقى ايه، لو انت يعني ايه الفترة دي بقى الواحد بيبدأ يقول لك انا عايز احط خطة، بيكون ماشي بقى ايه قاعد داخل يخربط يمين في شمال وفوق تحت. صح. انا بخلص اللي واخده في الدرس واقوم رايح مذاكر وخلصت على كده زي الفل. فانا كده ايه بذاكر يعني. صح. يقول لك لا انا عايز احط خطة بقى وبتاع، طب اغير الدروس، طب مش عارف كذا، طب اخد اونلاين طب منظومة التخطيط نخش اذا ده في موقع كده اسمه نوشن عايزين تبدأ بقى ايه. هو نسي هو اصلا بيعمل ايه، هو ناسي ان هو عايز يراجع عشان عنده امتحان ومشغول ان هو عايز بقى اتعلم تخطيط يعني مش وقته. امم. فايه الفكرة في ايه بقى، في تخطيطك ورقة وقلم. عايز تمام. تخطط بعد كده بقى بنوشن، بتكتك عامة النوشن هو الاشمل يعني العام. نوشن عايز حلو، كنت بتكلم عنه قبل كده هو في الاشمل اشمل وعام. اه. عايز تستخدم ايه تطبيق اي ابلكيشن معاك على عيني على راسي بعد ما تخلص الشهرين دول. صح. انما ما تقوليش عايز اتعلم نوشن بقى عشان اقول لك حاجه، انت هتتعلم النهارده مثلا نوشن حلو، هتبدا عشان تتعود عليه، ده انت محتاج فتره، محتاج فترة، فتره لأن أنت محترمه. أصلا هتعمل خطة عليها وهتنساها أصلا زي ما بيحصل معايا. بالظبط. هتنساها في الأول. فلو ومش فكره كده بس، هو مش اي حد اصلا يستخدم، مش معنى ان النوشن احسن اللي هو الانسب. صح. فاهمني؟ يعني مش معنى هو الاحسن هو انسب، يعني هو حلو من ناحيه ان كل حاجه انت عايز تحطها تلاقيها موجوده، بس هو يعني في الظروف ثالثه ثانوي اصلا ما هوش انسب خالص. تمام. تمام. فهو عيوبه فكره كتير دلوقتي، ايه، يعني دلوقتي عيوبه كتيرة أكتر من مميزاته حاليا يعني. مش ايه في مرحلتك ديت عيوبه أكتر من في مميزاته مرحلتك دلوقتي. في مرحلتك صح. خصوصا انك ما انتش عايز تعمل ده، عايز تعمل ده، عايز تعمل ده، انت هتلاقي نفسك حاطط كل حاجه قدامك في وشك، انت صح. مشتت وش. فانا بقول لك اهو اول حاجه في التخطيط ورقه وقلم. تمام. ورقه وقلم. والمواد بقى ايه تقسيمه المواد، في اللي يقول لك ابدا من اخر ماده عندك لاول ماده عندك عشان اللي هو كمراجعه يعني، وفي اللي يقول لك ابدا من ترتيب الجدول بتاعك عادي. انا بقول لك ابدا من الماده اللي انت ضعيف فيها عشان تاخد وقتك فيه، خصوصا لان الناس مثلا العلم والرياضه، انا بكلمك عن عام مش بتكلم عن الازهر دلوقتي عشان انا كنت عام. تمام. الناس العلم والرياضه مش هيبقى عنده الطبيعي انه مش هيبقى عنده وقت. طبعا الجدول دلوقتي اتوسع بشكل عن السنه بتاعتي، يعني السنه بتاعتي كنت بيتحط الماده بتاعت الرياضه في النص كده، يبقى بتاع علم العلوم عنده 3 ايام وانا عندي يوم واحد بس. امم. دلوقتي الجدول يتوسع بس برضه بتاع علم العلوم عنده وقت اكتر من بتاع علم الرياضه تمام. زي ما هو برضه. فانت لازم تختار الماده المعصلة معاك انك تظبطها الاول، وبعدين تبدأ تخش على الايه، يمشي الترتيب جدول بقى مش اللي تمشي، بس اهم حاجة في المراجعة اختار المادة اللي انت ضعيف فيها الاول وتقدر تراجع، ولو انت في حاجة معصلة معاك زي ما قلت تجيبها، ما تطنشهاش تقول هجيبها قبل التلات ايام بتوعها ومش عارف ايه. التلات ايام دول اصلا هتنام نصهم عشان انت هتكون منك من الامتحان اللي قبله، وايه هتحاول ايه تلم الباقي بالحب كده اللي هو عايز انا هجيب اي حاجة كده بالامتحان. طيب. لازم تكون ديت ايه، دي حاجة مهمة جدا بخصوص المراجعة. بالنسبة اللي هم في ناس دلوقتي بيقعدوا من الدروس، ما عادش عاوزين يروحوا، بيشتغلوا اونلاين بقى والحوار ده، انت رايك في الكلام ده؟ والله بص حاجتين، لو درسك اللي هو بتنزل له عندك بعيد عنك، يعني مثلا بتاخد له مواصلات تلت ساعة ولا حاجة بعيد وكده، ده أنا أقول لك وش إيه خد أونلاين. تمام. اللي هو بقى بالنسبة لك مدرس بقى إيه مفيش منه اتنين وما هوش مديد لا، لكن أنا بقول لك أهو، حتى أنا كان بالنسبة لي كنت باخد يعني والله ما أستاذ كانت الدين كانت حاجة عالية بجد يعني، بس كان في بعض الأحيان الدرس يكون عليه حواليه شوية حاجات بتضيع وقت، مش الدرس ذات نفسه، حواليه مم. الدرس. فلا كنت أقوم إيه أطنش أطنش الدرس أقعد أونلاين وأكمل في المراجعة يعني مع نفسي ومع الأستاذ أونلاين. فأنا بقول لك يعني صاحبك الفترة ديت اللي هيشجعك أو اللي هيثبطك يعني، فأهم حاجة الصحبة. والصحبة ديت برضه يعني إيه داخل فيها حوار بقى إيه، اخويا حبيبي اللي هغش من فلان، وتلاقي اللجنه ظبطت مع بعضها وربطت عملت رباطيه بيتعاملوا على الاسم. فكرة بقى ما هو ده من ضمن الصحبه برضه. ف صح. هتتعامل على الغش. انت اصلا مين اللي عرفك انك هتعيش الامتحان اصلا؟ مين اللي قالك انك هتعيش الامتحان؟ انت عمالين تتفقوا دلوقتي على لما الامتحان يبدا انا هتظبطني وهظبطك وهنعمل رباطيه سوا، وبعدين واحد فيكم يموت قبل الامتحان
انتوا وحش. كنتوا عازمين ان انتوا كنتوا تغشوا. محدش منهم يغش غير ان هو مات. ده عليه ذنب، عليه ذنب ان هو كان هيغش بالفعل. صح. الناس كلها دلوقتي بتغش، ومش هيجيلها الطب ومش هيجيلها هندسة بفضل الله. المجموع اللي جايبه ده من غير غش. الحمد لله. وبقى ايه كله كان عمال، وانا تاني دفعة في التابلت. اه. فانت بقى عارف التسريبات بقى والنتائج، والناس تيجي جنبك جنب المدرسة تقعد تنده الإجابات، والإجابات ولا كنت كذا بشوف، ايوه يا والإجابات عم هي بتحكي كذا. جنب. والله العظيم كلام في الفاضي. هو ده حاطط نفسه دوسة، انا بغش عشان بس انا خايف ان هم لما يغشوا ما يجيبش حاجة. وهو تلاقيه مستوى كويس يعني. لو دخلت امتحان مستواك بس ما لهاش لازم تاخد ذنب. لا، هو انا غش عشان خاطر بس انا عايز اضمن بس الكلية اللي انا عايز كده. يا عم توكل على الله بس واخش. بالفعل يعني الحمد لله انا كنت داخلها تحدي ان انا مش هغش، والحمد لله انا ربنا غفران ما الحمد شاء لله. الله. بص انا عاوز منك تركايه او حاجه، يعني خلي يعني بص، طبعا بعد توفيق ربنا طبعا، ده اول حاجه. الحاجه اللي هو خلتك تجيب ال 95%، تركايه كده. الحل الكتير والاستمرارية والدعاء بقى. انا فضلت بقى دي حاجة سايبها الاخر، دي اهم حاجة بقى. والله كنت كل رقعة بتهيألي بدأ ان ربنا يرزقني البركة. يبقى في بركة في الوقت، وبركة في المذاكرة، وبركة في كل حاجة. ايوه حاجه مهمه يعني، صح. فانا الحمد لله بالفعل كنت اقضي اليوم. يعني مش انا متذكرها لحد الان. واحد بيسألني عن موقف حصل من اسبوع. امم. فانا بقول له ياه، ده من اسبوع، ده مفكره من شهرين. حاسس ان الاسبوع كتير. انا كنت حاسس ان الاسبوع ده كان في بركه والوقت بجد كان في بركه، وكنت بعرف اخلص حاجات كتير قوي بفضل الله عز وجل. الدعاء، استمراريه، الحل الكتير. هو للاسف الكتير يعني، للاسف الشديد يعني ايه، الحل الكتير ده بيخليك بس تعرف تحل المسائل. بس انت لا عايز تخرج منه في ثالثه ثانوي. يعني مش فكره بقى انك فاهم النظريه كويس ولا فاهم الماده كويس. انا بكلمك دلوقتي على الامتحان، مش صح. بكلمك على فكره فهم الماده. في ناس بتعرف تحل مسائل اللهم بارك يعني، تيجي بقى تساله في الماده نفسها تلاقيه ايه، ولا فاهم اي حاجه في اي حاجه. فانا دلوقتي بكلمك على الامتحان، وده دلوقتي مهم. دلوقتي مهم الامتحان. عايز تفهم المادة، استعن بالله كده بعد الامتحان. ابدأ بقى ايه بعد ما تخلص امتحانات. انا عايز افهم بقى ايه حوارات المجال المغناطيسي والتيار الكهربي والمقاومات والكلام الجميل ده كله. وعايز افهم بقى ايه نظام بس انا هو ممكن تاخد. الترانزستور والكلام ده كله. عايز افهم اه. ايه الترانزستور، انت ممكن افهم اصلا الكلام ده. تقول نصيحه دلوقتي، بس هم مش عارفوا قيمتهم الا لما يخشوا الجامعه بيفهموا ان الحاجات دي كانت قدامهم في ثالثه ثانوي، وهم مثلا ما ذاكروهاش او غيره، وقابلتهم في مم. الجامعه. طب بالنسبه لي مم. ايام ما كنت ذاكرتها انا من ثالثه ثانوي احسن. بالظبط. على فكرة أنا في و إعدادي هندسة، عندي في إعدادي هندسة الترم الأولاني يعتبر ما ذاكرتوش، والحمد لله جبت جيد جدا مرتفع بسبب إن أنا كنت بذاكر في تالتة ثانوي. هي اكتر حاجات مشتركه، بس هو الواحد بقى دلوقتي مثلا قبل حاجه في الكليه، فدي حاجه كانت في ثالثه ثانوي. طب انا ما ذاكرتهاش في ثالثه ثانوي. طب ما لازمتها اما كنت ذاكرتها، وكانت هتساعدني حتى ان انا اطلع بالمجموع شويه. بالظبط. فدي حاجه برضو مهمه يعني، ما اي حاجه بتركنها دلوقتي يعني ايه، هي هتجيلك تاني، هتلف هتجيلك تاني، بس بالظبط. بتوسع أنت اكتر يعني، لو أنت بتاخدش فملهاش الكلام لازمه. متقطع كده وما عملتش شغل تاني، ما يبقاش كده خالص. ملهاش لازمه، يعني اه. أنا اللي أنت لما تخش كلية، يعني ربنا يوفق أي حد عايز يخش كلية هندسة يخش كلية هندسة. لما يخش كلية هتلاقيه بيسمع على اليوتيوب. انت تاخد في الكليه حاجات مش هتلاقيها حاجه في الطبيعه العملي. هو زي الشغل مش هتلاقي اي حاجه، والكلام اللي فاهم. مش عليه اي اساس من الصحه. ينزل بقى الواقع هيلاقيه لا كل حاجه بياخدها في الكليه ليها تطبيق في الشغل، وبياخد كل حاجه في الشغل. صح. بس هو الناس ما بقاش فاهم ما بقاش فاهم اللي بيتكلم على اليوتيوب وايه الكلام ده بوجهه نظر ايه الصراحه يعني. فده انت ما بتاخدش الكلام ده عامه وخلاص يعني. صح. والله كتر ألف خيرك يعني، بشكرك جدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. معكم أخوكم أحمد إبراهيم محجوب، طالب بالفرقة التانية بكلية طب بنين بدمياط الأزهر. توعية للناس اللي زنقت نفسها في آخر شهر. أول حاجة الدروس. أنت اضرب نفسك اللي أنت شايفه قريب من بيتك، ضيعش وقتك. مراجعة روح. الدرس اللي بعيد هياخد منك، هيسحب منك وقتك، كنسله، اقعد في البيت. وثانيا كتر الدروس حاجة مش صح يعني. أهم حاجة وقتك، أنت أضرب وقتك. تاني حاجة كنت بعمل في آخر شهر. طبعا انا كنت العب طول السنه، ما بهزرش يعني. كنت يعني
كنت في اخر تبقى يعني كنتش بلعب، بس كنت بذاكر والعب يعني بظبط وقت. بس اخر شهر لازما كواحد عندك دم لازما تزنق نفسك يعني، تحبسها بجد، تحبس نفسك جامد في البيت. وتالت حاجة بقى ان شاء الله نصيحة مهمة جدا، التليفون. موضوع التليفون لازم ثم لازم ثم لازم من بداية تالتة ثانوي اللي معاه تليفون يسيبه، يمسك يشتري نوكيا من اللي هي النوكيا اللي هي الصغيرة دي اللي هي بكشاف دي. و... واللي مش معاه تليفون يخليها من النوع دي حديث كلية يعمل زحلات يعني. الصلاة، الصلاة في الجامع. ما تزنوش نفسك في البيت تقول انا مش هصلي في الجامع، هصلي في البيت. صلي في الجامع يابا. وردك كل يوم من القرآن. وزي ما قلت لك التليفون ده هلاكك، لو مسكته في ثالث ثانوي انت هالك ثم هالك ثم هالك. ويرجع لقول الشاعر: لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فانت لازم تتعب. مش هقول لك اللي جاي سهل، اللي جاي مش سهل، اللي جاي صعب جدا. بس انت هتبقى استسخت موضوع المذاكرة، تبقى المذاكرة بالنسبة لك حاجة سهلة يعني. السلام عليكم، ازيك يا حوت؟ بص يا معلم، هو اخر شهر ونص في الامتحانات، انا كنت الفكره بتاعتي كانت اياميها ان انا كل اللي انا كنت بعمله ان انا الحمد لله يعني، لو انا كنت رامم المواد اللي انا كنت راممها اولا، زي مثلا الفيزياء، الكيمياء، الاحياء، الحاجات ديت تمام. انا كنت بروح بيبقى اخر شهر، او الرياضه بيبقى اخر شهر مراجعه، فانا كنت بروح احل الامتحان مع المدرس وارجع اراجع عليه في البيت، وبيكون مدينا امتحان واجب. فبالنسبه لي كان اخر شهر دوت كان عباره عن ان انا الم الحاجات اللي ضايعه مني بقى، اذا كان ادب ونصوص، او اذا كان بلاغه، او اذا كان صرف، او الحاجات اللي هي المواد الجانبيه والحاجات دي يعني. فانا كنت بستغل الشهر ده في ان انا الم الحاجات اللي تايهه مني. كان في كذا فرع من الرياضه واقع من معايا، فكنت بروح باجي من الدرس، اخلص الواجبات اللي عليا من الدروس واشوف الامتحانات اللي عليا احلها، وبعد كده بيبقى قدامي وقت كويس فاضي. فالوقت دوت انا كنت بحاول اخلص في الحاجات المتراكمه عليا، علشان ايام الامتحانات حتى لو كان متراكم عليا حاجه بيكون متراكم شويه صغيرين، وابدا احل في الامتحانات. تمام، ده اول حاجه. في الحاجات اللي اوعى حد يعملها، ومهما حد قال لك عليها اوعى تسمع كلامه، ان انت تغيب من الدروس. اي حد عبيط هيقوم قايل لك كده، او عامه يعني هو مش عايز لك مصلحتك. اوعى حد يقول لك غيب من الدروس، تغيب من الدروس، لان الدروس دي هي اللي هتخليك تذاكر. لان انت لو غبت من الدروس مش هتعرف تجمع المواد كلها. لان انت مثلا عندك العربي 3 ايام في الاسبوع، الرياضه 3، الكيمياء 2، الفيزياء 3 كده. فانت مثلا هتيجي مثلا في يوم معين هتلاقي عندك فيزياء، كيمياء، صرف، رياضه مثلا. غصب عنك في اليوم ده هتقعد تلم المواد اللي انت خدتها النهارده. مثلا كان عندك النهارده في الصرف درس كذا، في الشهر الاخير كان عندك مثلا حل امتحان صرف، زائد مراجعه باب اول في الكيمياء، زائد مراجعه باب اول في الفيزياء، زائد كده. فانت بتيجي على نهايه اليوم لقيت ان المدرس بتاعك ساعدك او اداك معلومات تذكرك باللي فات. فانت بتكون عندك بقى ان انت بتكون متحمس ان انت تروح تراجع الباب ده، فبتروح بسرعه يعني الحمد لله يعني، لو المدرس بتاعك شاطر وانت شاطر، فبتروح بالليل هتكون على الساعه مثلا، انت بتروح الساعه 6 بالليل، تاخد لك نص ساعه راحه، تخلص على الساعة 11 ونص 12 ولا حاجة، تكون خلاص كل حاجة انت خدتها النهاردة في اليوم. تبدأ بقى الساعتين اللي بعدهم تاخد لك شويه راحه، وبعد كده تبدا تشوف الحاجات المتراكمه عليك دي. اوعى حد او اي حد في حياتك كلها، في كل اصحابك يعني، يقول لك تعال نقعد بالدروس، تقعد من الدروس. اخر حاجه بقى يعني حاجات نصايح كده مني ليك، لاي حد في ثالثه ثانوي دلوقتي يعني. بالله عليك يعني اوعى 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 تسيب ركعتين بالليل. اول حاجه عامه يعني الصلاه في الجامع، انت بتبقى اغلبيه اليوم مثلا قاعد فاضي، ما فيش مدرسه ولا حاجه. فسبحان الله، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان اي عمل الصلاه بتقطعه وربنا بيبارك في العمل ده. فانت اول ما الاذان ياذن قوم من على الكتاب بتاعك، اتوضى وصلي. ده بتبقى زي فتره راحه كده، تروح الجامع، تمشى للجامع وتعمل من الجامع، صلي في البيت، صلي السنه بتاعتك في البيت. بالليل بعد ما تخلص صلاة العشاء، او بعد مثلا بتخلص مذاكرة دروسك بالليل الساعة 12 كده بالليل، تمسك مصحفك، اقعد بس 10 دقايق اقرأ الصفحتين 3 4 تمام، وقوم صلي ركعتين بالله، وادعي بقى براحتك بقى.
عيش مع ربنا. هو دي انت على فكرة ما فيش حد في السنة دي بيعدي بمجهوده، لان والله 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 انا اعرف ناس عمالقة وما عملش اي حاجة. تمام. الفكرة ان لو الواحد اجتهد ودعا ربنا، يا رب انا عملت اللي انا اقدر اعمله، مش عملت اللي عليا، لا انا عملت اللي انا اقدر اعمله. احنا محدش فينا كامل. فلو انت عملت اللي انت تقدر تعمله ودعيت ربنا، ربنا والله العظيم ما يخذلك مهما كانت الكلية اللي انت تدخل فيها. فلازم بالليل كده تقعد كده مع يعني لحظة صفا بينك وبين ربنا، تقول له اللي انت عايزه فيه وتدعي بقى براحتك يعني. حاجة كمان حل الامتحانات حل الامتحانات حل الامتحانات. بالنسبة لأهم حاجة بعد توفيق ربنا اللي هي حل الامتحانات بقى. انت مثلا لما تيجي على الشهر الأخير بتلاقي فيه كذا مادة معينة انت حاسس ان انت ناسيها، ولو انت لامم فيها 3/4 او 90% فيها، انت ما تعملش اي حاجه غير انت تدخل على الامتحانات. يعني انت عندك ماده زي البلاغه مثلا، او النحو، او الفقه، او المواد الغريبه دي، تمام، او مثلا الاحياء، تمام، انت والرياضه برضو كذا فرع في الرياضه. عندك انت اول ما الشهر الاخير بيجي مثلا انت بتكون حاسس ان انت ناسي المواد دي. انت ما بقولكش راجع على اي حاجه، انت كل اللي انت تعمله ادخل على الامتحانات. ادخل على الامتحانات وصحح لنفسك بالتيلة. بمعنى انت هتدي لنفسك، انت ما تفهمش اي حاجه، انت ناسي كل حاجه في الماده، انت ما تعملش كل اللي انت تعمله، اظبط لنفسك مؤقت تمام، وقوم مثلا ساعتين في الامتحان او ساعه ونص، وقوم حل الامتحان وصحح لنفسك بالحرف الغلط. يعني لو في حرف غلط عن الاجابه النموذجيه اللي موجوده ورا في المرشد مثلا، نقص نفسك عن درجه. ممكن تلاقي في الامتحان الاول تلاقي نفسك جايب 10 من 30، ما تزعلش، بس انت النقطة اللي انت غلطت فيها، تمام، علم عليها بقلم فسفوري ولا بتاع، وشوف الإجابة النموذجية بتاعتها، واوعى في حياتك تغلط الغلطة دي تاني. امشي في الامتحان اللي بعده، في الامتحان اللي بعده، في الامتحان، مرة على مرة هتلاقي نفسك في الامتحان الخامس مثلا هتلاقيك ناقص مثلا ايه 5 6 درجات. الامتحان اللي بعده هتلاقيك ناقص 3 درجات 4 درجات، لحد بإذن الله ما تقفل الامتحان. وكل مدى هتلاقي الغلطات الفسفورية بتاعتك بتقل، بحيث ان انت ليله الامتحان تقوم قارئ الامتحانات اللي انت حلها دي، والحاجات اللي انت غلطت فيها دي هتعيد عليها مره تانية. فبتيجي مثلا ليله الامتحان كل الحاجات الصعبه او المتشابهه عليك هتلاقيك جبتها باذن الله بسهوله، وربنا ييسرك في الامتحان باذن الله. انا كعبد صلاح ظروفي كانت مختلفه شويه يعني. كنت واقع في المنهج بطريقه متخلفه يعني. كنت واقع في كل حاجه حرفيا وما كنتش رجعت، لان كان اخر شهر كان هو رمضان، والشهر اللي بعده شهر 5. انا قعدت مأجز طول رمضان ولحد بعد العيد كمان يعني العيد كان اول 5، انا فضلت مأجز لحد 10/5، واكتشفت ان انا مفشوخ في كله. فكان العمل كالاتي: عملت جدول لنفسي، بس الجدول ده كان يشمل الماده في يوم، ولكن مادة كبيرة تاخد لها 3 أيام، مادة صغيرة شوية أو متوسطة نسبيا تاخد لها يومين، وليكن مثلا الرياضة كانت تاخد لها يومين، مادة تاخد لها يومين، فرع زي الديناميكا يومين، فرع زي الاستاتيكا ده يومين، مثلا فروع الرياضة الخفيفة زي الجبر والفرعية تاخد لها يوم، المواد الكبيرة زي الفيزياء والكيمياء والأحياء تاخد 3 أيام، والإنجليزي الشرعي كان في يوم. فأنا مشيت جدول كده 17 يوم، ما كانش من ضمنهم الفقه كان هيتراجع ليلة الامتحان، لأن كنت مذاكر فقه، ما أنا كنت بروح له عاشور. فكان ال 17 يوم بالنسبة لي كانوا عبارة عن حرب، كأنك في حرب مع نفسك. أنت بتتعامل فيهم إزاي؟ أنت بتتعامل إن أنت دلوقتي المادة في يوم، اليوم اللي عدى خلاص المادة راحت، مش هتتراجع ليلة الامتحان بقى، اللي خلصته ما خلصتوش ما خلصتوش. فانا مشيت 17 يوم دول على جدول خلصت فيهم، يعني مش جدول بقى، انا كنت اقول كده مثلا السبت ديناميكا، الحد مش عارف فيزياء، الاربع مش عارف ايه، وهكذا يعني، انت فاهم قصدي. لحد ما جت الامتحانات واتراجع عليها الامتحان. انا بقى كنت بروح الدروس ولا لا؟ انا كنت بروح الدروس وملتزم جدا من اول السنه، ما كنتش بغيب ولا درس، ما غبتش خالص 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 لحد شهر 3. كان اقصى عدد غبته من الدروس كان 6 دروس بس، 6 دروس اللي غبتهم، 6 حصص من اول شهر 8، من ساعه ما بدات في 8 لحد شهر 3. ما بعد 3 كان رمضان، رحت اول اسبوع لقيتني مش قادر، قمت فاضل الدروس خلاص بقى، كفايه كده، قلت اقعد اراجع وقعدت ما فيش حاجه. بس انا اهم حاجه انك تفضل الدروس في الفتره دي، لان النت بقى على كل حاجه. النقطه الثالثه بتقول حاجات ما حدش ينصحك بيها غيري طبعا من وجهه نظرك. نصيحتي الاولى والاخيره لاي حد في ثالثه ثانوي: اعمل اللي عليك لاخر لحظه، ما انتش عارف كان ربنا بيكون عامل ازاي. طول ما انت بتعمل اللي عليك هتلاقي، ما تبقاش ما تعملش اللي عليك وترجع تقول يا رب انت ظلمتني. لا، انت عارف، الوحيد اللي عارف انت عملت بينك وبين نفسك او بينك وبين ربنا انت الوحيد. اهلك هيقولوا ده انت عملت اللي عليك،
وابننا الظالم والامتحانات كانت صعبة. لا، انت اللي عارف، انت اللي عارف انك لو كنت ذاكرت الحتة دي ولقيتها في الامتحان كنت هتحلها، بس انت ما ذاكرتهاش، انت فاهم. فنصيحتي الاولى للاخر لاي حد: اعمل عليك لاخر لحظة، لاخر لحظة، واذا ما جبتش اللي انت نفسك فيه فربنا مخبي لك الاحسن. رابع حاجة إضافة: قول على 3 حاجات أخد بالي منهم في آخر شهر. أول حاجة بالنسبة لك علاقتك بربنا تكون منتظمة طول السنة يا اسطى. حافظ على صلاتك، حافظ على أذكارك، علاقتك بأهلك، علاقتك بقرايبك، خلي علاقتك بالناس كويسة، وعلاقتك أهم حاجة بربنا كويسة. النصيحة التانية: هات آخرك، هات آخرك وما تقولش أنا تعبت، وما تبصش لأي حد، ما تبصش لأي حد. صاحبك إن كان مخلص أنت تقدر تخلص وتقدر تسبقه، لأن كلها أرزاق وكلها توفيق. والتالتة إنك تراجع المواد وتفضل تحل عليها، راجع وحل. ولو ما أمكنش إنك تحل خالص، راجع، راجع بس، راجع كويس قوي قوي، وحل لك امتحانين، ولان الامتحان تقدر تحل الباقي لانك رجعت كويس. فالمراجعة دي هتفيدك. انا اللي كان نفعني في سنتنا كان ان انا رجعت. انا ما كنتش حليت، انا ما حلتش اي امتحانات في البوكلت، انا بتقال حليت امتحانين في كل ماده وخلاص. الفيزياء دي انا ما حلتش فيها امتحانات، رجعتها وخلاص، دخلت حليت فيها وجبت فيها 55 من 60. وانا لو كنت افقه اي شيء في الحديثه ولا افقه اي شيء في الفصل الرابع في الكهربيه ولا بص ابيض، وجبت فيها 55 من 60. كل توفيق ربنا. كل التعب اللي بتتعبه طول السنة انت بتتجازى عليه، من تعب مواصلات وتعب مذاكرة وسهر وعيا كل حاجة بتتجازى عليها وربنا بيديك الثواب. الحاجات اللي تحذر منها يعني الصاحب. ممكن صاحبك يشدك وممكن صاحبك يوقعك، بس الفترة ديت ابعد عن كله، سواء اللي بيشدك او اللي بيوقعك، وكل واحد يركز في نفسه. تمام. لان انت صاحبك اللي بيشدك ده لما يجي يراجع معاك ويلاقيك سابقه وممكن يحقد عليك انت فين، ابعد عن كله وما تراجعش مع اي حد. لما تخلص الامتحان حاول ما تراجعش مع اي حد. لو انت حابب تراجع قشطه، على نفسك كنت براجع، يعني انا لو ساقط براجع، ولحد دلوقتي بعمل كده في الكليه. فدي اهم الحاجات يا عم. ولو احتجت اي حاجه برضه يا عم ابعت لي وانا هقول لك انا كنت عملت ايه. طيب هو اهم حاجه في الفتره دي ان حل الاسئله، يعني مثلا حل الامتحانات عموما، يعني مش حل اسئله بس، وتكون امتحانات سنين سابقه، يعني مش امتحانات شامله مثلا على وحدات او حاجات من دي. تاني حاجه يعني هو ما تبداش تحلها لوحدك من اول مره لو انت مش مذاكر، يعني مع ان كان من الاحسن طبعا تكون مذاكر، بس لو مش مذاكر فبتبدا تحل امتحانين من الاجابات، امتحانين 3، بعدين تبدا تحل امتحان لوحدك. لو في تطور بتبدا برضو تحل امتحان يعني ما تسيبش الماده وتروح للماده غيرها بقى وتقول هذاكر كل ماده شويه، لا، تخليك مع الماده لحد ما تقدر تحل امتحان كامل لوحدك. عملت كده تقدر تسيب الماده دي بقى شويه وتشوف ماده غيرها وتحل فيها امتحانات برضو بنفس الطريقه. بس طبعا المفروض الموضوع ده ما ياخدش يعني بكتير اسبوع، يعني هم بتاع 7-8 مواد كل ماده يوم. فبعد الاسبوع ده ان شاء الله تبدا تحل كل يوم امتحان ماده، يعني 7 مواد او 8 مواد تحل ماده منهم كل يوم، وان شاء الله بعد اسبوعين هيكون المنهج كله في جيبك ان شاء الله. تقريبا الفيديو ده جاوب لك على كل سؤال بيجي في بالك او لسه هيجي في بالك. فتقريبا الفيديو ده يعني شامل كل حاجه زي ما انت شايف. معلش يعني هو طويل شويه، بس كله في مصلحتك يعني، وكل افاده بالنسبه ليك. زي ما انت شايف كده الناس ما شاء الله، يعني ناس في طب وناس في هندسه وناس في النظام الجديد جايبين ما شاء الله 95%. ف يعني الموضوع اللي هو يعني ربنا اول حاجه، بعد كده بتعمل تجربه خاصه بيك لنفسك. تالت حاجه زي تسمع نصائح الناس دي وتاخد من تجاربهم، والناس دي زي ما انت شايف كل واحد له تجربه خاصه بيه. فلو انت مش عاجبك اي تجربه منهم والتجربه اللي انت ماشي بيها دلوقتي حاليا تمام وزي الفل معاك، فكمل بيها وما تسمعش لاي حاجه من ده خالص. تاني حاجه التزم بالنصائح الموجوده في الفيديو. كله في مصلحتك يعني ان شاء الله. وان شاء الله كل واحد يعني ربنا يوفقه ويرزقه بالكليه اللي نفسه فيها. وانت ما تخططش ولا تعمل اي حاجه، هتلاقي الجدول سايبه لك في لينك في الوصف تحت. برضه ما تبخلش كده انك انت تعمل لايك جميل كده واشتراك في القناه وتشير الفيديو ده كده لاصحابك او لجروبات اي حاجه كده. يعني كما تدين تدان، يعني انت ممكن الفيديو ده بسببه تساعد حد من زمايلك، فكما تدين تدان هيعود عليك في يوم من الايام برضه. فان شاء الله خير، وربنا ان شاء الله يعني يرزق كل واحد بالكليه نفسه فيها. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية